من طفل لا يحب الدراسة بأحد المدارس اليمنية بمدينة تعز إلى مدير لأهم مختبرات أمراض الدماغ في العالم، هي قصة البروفيسور اليمني هلال الأشول. احنا في مختبرنا في سباق دائم مع الزمن للبحث عن وسائل جديدة لعلاج أو استكشاف المبكر لأمراض الشيخوخة. هاجر العالم اليمني هلال الأشول بعمر 15 عاما متجها إلى نيويورك. سافر ونصب عينيه تشجيع أهله. حصل الدكتور هلال الأشول على درجة البكالوريوس في الكيمياء من جامعة مدينة نيويورك عام 1994، وأكمل دراسات الدكتوراه في جامعة تكساس A&M ومعهد بحوث سكريبس في عام 2000. التحق بمعهد بكوير للبحوث الطبية في لونج ايلاند نيويورك كزميل باحث لمدة عام. في عام 2001 انتقل إلى كلية الطب بجامعة هارفارد ومستشفى بريغهام وويمن كزميل باحث في مركز الأمراض العصبية. انضم لمعهد الدماغ براين مايند انستيتيوت في المعهد الفيدرالي السويسري للتكنولوجيا سويس فيدرال انستيتيوت اوف تكنولوجي في لوزان كأستاذ مساعد في العلوم العصبية. شغل منصب المدير التنفيذي لمعهد قطر للبحوث الطبية الحيوية ومنصب أستاذ في جامعة حمد بن خليفة من مارس 2014 إلى 2016. عمل العديد من اللجان والمجالس الوطنية المهمة بما في ذلك مجلس أمناء قطر، بيوبانك، رئيس مشارك للهيئات الاستشارية الدولية في قطر، بيوبانك، قطر جينوم، حتى نهاية عام 2018. حصل على 5 براءات اختراع عن استراتيجيات جديدة لمنع تراكم البروتين ومعالجة أمراض المناعة الذاتية والالتهابات. نحن نعمل في مجال الأبحاث لمعرفة أسباب عدد من الأمراض التي تكون ناتجة عن ترسبات بروتينات معينة إما في الدماغ أو في أعضاء أخرى من جسم الإنسان، مثل أمراض الأميلودوسيس التي تنتج عن ترسبات في القلب، وكانت للأبحاث التي قمنا فيها دورا مهما في ابتكار استراتيجيات وأدوية جديدة لعلاج هذا المرض. حاز الدكتور الأشول على العديد من الجوائز والمنح البحثية المرموقة، بما في ذلك جائزة الكويت لعام 2018 في العلوم الأساسية العلوم البيولوجية، منحة الباحثين للشباب لبحوث العلوم الإنسانية، والمجلس الأوروبي للبحوث ARC كباحث مستقل لجوائز المجلس الأوروبي للبحوث لإثبات المفاهيم 2013، ومنحة مؤسسة مايكل جي فوكس للتحدي الكبير لمرض الباركنسون. وقد كان الدكتور الأشول أحد الذين سماهم المنتدى الاقتصادي العالمي في عام 2012 كقائد عالمي شاب، كما سمته مجلة الأعمال السويسرية أحد 100 شخصية بارزة في المنطقة الناطقة بالفرنسية في سويسرا عام 2009. وإذا أردنا الوصول إلى سر نجاح البروفيسور هلال الأشول فلن نجد أصدق من كلامه الذي عبر عنه بقوله: قصتي بسيطة جدا، كنت محظوظا جدا بوجود أشخاص آمنوا بي ودعموني طوال رحلتي التعليمية والعلمية. رسائلي بسيطة أيضا: لا تدع أي شخص يحدد قدراتك أو يضع حدودا لأحلامك. اختر المهنة التي تحبها وابذل قصارى جهدك للتميز في كل ما تفعله، وأحط نفسك بأشخاص إيجابيين وساعد